كنفخر ملي كنشوف مدينه السماره البنيه التحتيه كتزدهر وشحال من حاجه كتزدهر تبارك الله، وهذا كيزيدنا فخر وهذا كيزيدنا فخر يا خويا الصحراوي. ما شاء الله السماره تنادي وريكو هادي. غدا ان شاء الله ستطؤون ارضا من اراضيكم الصحراء في مغربنا ومغربنا في صحرانا، نرجع بالذكرى ذكرى مسيرتنا المسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا، نرجع بالذكرى ذكرى مسيرتنا مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. الله عليك يا بلادي افتك بدم ولادي، صوت الحسن ينادي أرضي وأرض أجدادي. الله عليك يا بلادي افتك بدم ولادي، صوت الحسن ينادي أرضي وأرض أجدادي. الله عليك يا وطن، الله 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 كنتواجدوا في مدينه السماره الجميله، مدينه العلميه، مدينه الناس الله يعمرها دار. حنا فرحانين نشوفوا هذه المدينه غاديه وكتزدهر الحمد لله، ازدهار كبير في المناطق الصحراويه والتنميه والاقتصاد وبزاف د الحوايج الحمد لله. رقنا الى نوريكم مدينه السماره، جمال مدينه السماره، هيا بنا بها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. صحراء في مغربنا مغربنا بصحرانا، وخطاب ملكنا عليها وصانا. صحراء في مغربنا ومغربنا بصحرانا، وخطاب ملكنا عليها وصانا. الله عليك يا بلادي افتك بدم ولادي. السماره على الثاني وشي حاجه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. الناس طيبين الحمد لله، لا بحر ولكن كاين عندهم الجو كلشي كاين عندهم تبارك الله الحمد لله. شي كيزيدنا فخر. مدينه داخليه كتبعد على ما بين قريبه الموريتاني الزويرات وقريبه الجزائر وقريبه شحال من بلاصه. شوف تبارك الله شوف كلشي فيها الحمد لله، كلشي فيها ما خاصناش نديروا الطوابير، كلشي فيها ما خاصناش نديروا الطوابير، كلشي فيها. الله 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 نرجع بالذكرى ذكرى مسيرتنا مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. الصحراء في مغربنا ومغربنا في صحرانا، نرجع بالذكرى ذكرى مسيرتنا المسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. نرجع بالذكرى ذكرى مسيرتنا مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. الله عليك يا بلادي افتك بدم ولادي، صوت الحسن تبارك الله. مدينه السماره كنسمع مدينه السماره كنسمع ولايه السماره. ولايه السماره اش قربها من مدينه السماره؟ كاين واحد الفرق كبير، كاين واحد الفرق كبير بين ولايه السماره ومدينه السماره. ولايه السماره فيها 5 دكاتره قالك باش يشددوا، لا الهبال هذا والله الا الهبال وحق الله. كيضحكني هادشي. واش الامن والسياده والتعليم والمستشفيات؟ ما كاين لا مستشفيات لا والو، كيتسناو المساعده. الصحراوي عمرهم كيتسناو المساعده. كنعرف الصحراوي الكرماء الشرفاء يرسلنا ما شاء الله على فيلات وعلى طيور، وانت كتقول لي انا مش انا الولايه العالم ما شاء الله. نرجع بالذكرى ذكرى مسيرتنا مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا.
المغرب سيظل في صحراء، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحراء في مغربنا، مغربنا بصحرانا، وخطاب ملكنا عليها وصانا. صحراء في مغربنا. نشكر السيد العامل على المجهودات اللي دار في هذه المدينه هذه، ما شاء الله مدينه غاديه وكتزدهر، وان شاء الله كنتمنوا لك جميع التوفيق. وحنا كمغاربه العالم، جمعيه مغاربه العالم، كنديروا الطواف ونشوفوا ما شاء الله. كاينين الدراري جاو عندي ما عرفوش الصحراء واش دايره هكا، لان الهضره كدور كيقول لك راه ديال، ولكن ما كاينش لا البنيه التحتيه وشنا بزاف الحوايج. البلاد كيبدل، وهادشي كنزيدوا باش نقولوا لك الناس اللي في الخارج وبلا خارج الوطن وداخل الوطن باش يجوزوا قانون السياحه نديروها في بلادنا ونعرفوا بلادنا. وما شاء الله عليكم بشعارنا ديما الله الوطن الملك. الله 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 ورافعين رؤوسنا نرجع بالذكرى، ذكرى مسيرتنا، مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. المغرب سيظل في صحراء، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بكم مرة أخرى في مدينة السمارة، مدينة ديال العلماء، مدينة علمية، الحضارة العلمية للأقاليم الجنوبية. وحنا كنفرحوا من كتجي شي جمعية كتفتح بالسلام وكتعطي الصداقة والسلام. الجمعية المغربية الوطنية المغاربة العالم كتجو الأقاليم الجنوبية. أولا كتعرفوا القضية الوطنية، كتعرفوا كذلك المنجزات اللي تحققت منذ 75 منذ رجوع الأقاليم الجنوبية لأرض الوطن. هذا الشيء رسائل مهمة بشكل كبير. حنا كنحيوكم على التضحيات اللي كتقوموا بها وعلى الوقت اللي كتخصوه باش تعرفوا القضية الوطنية. حنا كنشكركم من هذه. المسألة الثانية هي المنجزات والمؤهلات اللي تدخل بها الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية. أيضا هذا الشيء مهم بالنسبة لنا. كما الآن كتواجدوا في واحد الإقليم، هذا الإقليم اللي استرجع سنة 75 900,000، واللي حظى بزيارات متكررة ديال الملوك العلويين الأشراف. وهذا الإقليم هو كيتواجد في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة المغربية. المساحة ديالو 61,000 كيلومتر مربع، والساكنة ديالو 71,000 61,000 إلى 70,000 على حسب الإحصاء ديال 2014. فعلا عندهم مجموعة ديال المؤهلات، خاصة المؤهلات الطبيعية اللي كيزخر بها. عندنا مجال ديال النقوش الصخرية منذ القدم، مجال مهم للسياحة التعرف عليه. عندنا مناطق أكبر موقع ديال شمال إفريقيا عندنا كاين في السمارة، واحد الموقع سميتو الرشيوات، أو أكبر موقع في شمال إفريقيا، أكبر عدد من النقوش الصخرية كاين متواجد هنا. وكاين مواقع أخرى ممتدة من هذاك الموقع ديال على بعد تقريبا واحد 300 كيلومتر من الرشيوات حتى الجديرية حتى المعبد حتى الفرسية. هذا شيء كتسخر به، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية اللي تخللها وديان وهضاب وأشياء وحيش وأشياء من هذا القبيل. كاين عندنا السياحة الصحراوية بامتياز كتكون عندنا في الإقليم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة ديال الأشياء اللي طبيعية كنستخدموها في الكثير من الأمور، مثل الحجر ديال السمارة. بحال هذا الحجر اللي مبنية بالقدم هو كيكون كيخرج من تحت الأرض بحال هذا، ولكن الآن طورناه درنا على شكل تعاونيات للشباب اللي كيخدموا فيه مجموعة ديال الشباب من أبناء الإقليم.
ومولناهم وجمعنا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كاين برنامج ديال الاقتصاد الاجتماعي هذا، وكاين مجموعة من المشاريع اللي هي مهمة في الإقليم اللي دارتها الدولة. تصور أن الإقليم الآن الحمد لله مزود بالماء الصالح للشرب، مجهود كبير دارت الدولة 24 ساعة على 24 ساعة كاين الماء. ديال العيون السمارة، العيون طنطا أيضا عنده مستقبل كبير بالنسبة للإقليم. يعني حدود موريتانيا لا تبعد عن إقليم السمارة سوى 100 كيلومتر، 100 كيلومتر ما شاء الله. بالتالي وهذا نرجع للتاريخ، لأن الإقليم كان دور كبير خاصة بالرواج التجاري. كان هادشي ديال المجال العلمي كذلك، مجموعة ديال الزوايا المنتشرة على مستوى الإقليم كانت تلعب دور، وإلى جانب الدور الدفاعي عن الوحدة الترابية اللي كان الآباء والأجداد دائما يدافعوا، قدموا مجموعة ديال الجهود من أجل وحدة الوطن. الاستعمار هذاك الإسباني ما كانش قادر على أنه يتوسع بفضل يعني المغاربة اللي كانوا كيدافعوا، كانوا متواجدين في هذه المنطقة، وكانوا كيدافعوا بشكل كبير على هذه المنطقة. بالتالي الإقليم واخا كتشوف عن السكان قلال، ولكن المساحة ديالو مساحة كبيرة، ومرحبا بالمغاربة ديال الخارج باش حتى هم يستثمروا ويديروا استثمارات عندنا هنا. الأرض الحمد لله والمساعدات الإدارية كل شيء متوفر، ما عندنا أي إشكال. وعندنا مشاكل كأقاليم أخرى كاين فيها مشكل ديال التحفيظ ومشكل كذا، ما عندنا مشكل. كل شيء الأرض ديال الدولة، وممكن على أي واحد باغي يشوف شيء مشروع يقدر يستثمر معاه. البحر بيننا 200 كيلومتر، إذا بغى غير يدير كاع الطريق على 200 كيلومتر. الميناء ديال العيون، وكاين حتى الميناء ديال طنطا. بالتالي هذه الإشكالية ديال الأرض، اللي باغي يستثمر ودير شي استثمار موجود حتى هو. ومرحبا بكم سهلة بلادكم هذه، أي وقت بغيتوا تجوا مرحبا بكم. جميع المساعدات راهي متوفرة. صحيح. طبعا ما غنضيف شي حاجة على اللي قال السيد الكاتب العام السيد الرئيس الإقليمي، غير نقول مرحبا بكم وسهلا. احنا الحمد لله في هذه البلاد الأساسي عندنا هو ديك الروح الوطنية، وإلا ما تكونش انتم معنا جايين من بلدان شتى باش ديروا انتم البصمه ديالكم في الدفاع عن الوحده الترابيه ديال بلادكم. اولا الحضور الانسان من راى كمن سمع، هذه الاولى. تحيدوا هذاك الغبش اللي ربما يكون عند البعض جراء الدعايات من الناس كيتلاقاهم خارج التراب الوطني، لان كاينه دعايات ضدنا دائما، ولكن احنا الحمد لله فخورين بهادشي اللي كنديروا. الحاجة الثانية والأساس هو ربط الجالية المغربية بأرضها وترابها اللي تعيش فيه بمعشت، ولكن ملي كتدخل بها غير كتحط في المطار أو في الباطو وتدخل في البور، كيجيك واحد الإحساس غريب جدا. معلوم بحال واحد جا الوالدة ديالو بغا يعنقها. انتم دابا هيك التعنيقة كبرتوها الله يعطيكم الصحة وجيتو حتى للسمارة. هذا نقول لكم هذا راه مكسب كبير، وفيه واحد بعد نظر. اللي بغيت نقول في نهاية المطاف هو انه هذاك ترسيخ هذاك الحب الوطن عند الجالية وعند الأجيال الجديدة من الجالية، هذا مهم جدا، وهذا دوركم انتم. وربط أبنائكم وإخوانكم بالتراب الوطني، ماشي غير في الداخل البلاصة اللي ماشي تزاد واحد، ولكن بلاده كاملة. وشحال من نحن المغاربة كاع داخل التراب الوطني هنا ما كنعرفوش الصحة. انتم درتوا دابا مجهود كبير وتشكرون عليه وبغينا يتوسع، ولكن كيف قال السيد الرئيس الإقليمي علاش لا؟ راه كاين دي زوبورتونيتي كثار عندنا. المجال مازال فياش، خص غير دوك الافكار اللي انتم تبارك الله تلاقحت مع افكار ديال الناس من الخارج، تخرجوا لنا منها شي حوايج اللي غيكسبوا البلاد ذهبا. هذا من جهه. ونقول لكم عنكم مقدم الربح، لانه لقيتوا كنا نتكلموا قبل قليل ربما ما دخلتوش حتى واحد السكن غير لائق كاين في الطريق على اليسار. كاين ولكن هذا داك شو كيصير. لا احنا الحمد لله غدا ربما البادره السبت ان شاء الله غتبدا بدايه اسكان هذوك الناس، وهذا مجهود دارته الدوله كبير جدا.
هذا ايضا خصو يسلط عليه الضوء. ان شاء الله نتمنى العام الجاي من يجونا ما تلقاو حتى حاجه من هذاك السكن غير اللعب. وهنا هذا ايضا يحتاج الى تسويقكم انتم والى مجهودكم والى التعريف به. الحمد لله استبشرت خير. هذا قدام الرباح ان شاء الله جيتوا معها اليوم. حنا غادي نبداو نحلوا هذاك المشكل كان عاوز ديال السكن باش ان شاء الله زيارتكم الجايه تراو الاستثمار في حله جديده. ولكن حتى انتم تجونا مجيء اخر ماشي بحالها اكثر زخما وان شاء الله اكثر فائده لنا ولكم ان شاء الله جميعا. ومرحبا بكم مره اخرى. وهذه بلادنا كاملين وماشي خص كل واحد لا تحقيرن من المعروف شيئا. اللي قد يحيد واحد الحجيره من الطريق رانا رابحين كاملين. اما الا هزينا كل المعاون ديالنا وبدينا نخدموا حتى حد ما يغلب، حتى حد ما يغلب. مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. شكرا بزاف على النصائح يا اخي. المغرب سيظل في صحراء والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحراء في مغربنا، مغربنا بصحراء. القضية الوطنية قضية مهمة لأنك تمس أي حاجة مست السيادة المغرب مست جميع 40 مليون مغربي. وحنا كنديرو نوصلوا واحد الرسالة الحمد لله، رسالة جد مهمة أننا كما قال الخطاب ديال سيدنا منصور خصنا نتعاونوا نديرو يد في يد يد في يد. كنطلب من جميع الجالية المغربية خارج الوطن وداخل الوطن لأن المملكة المغربية هي أمة وعندها تاريخ مستخلص على بلادنا. والحمد لله حنا فرحانين بهذا الأمن والاستقرار. كنشكر جميع القوات المسلحة الملكية اللي حاضرين الحدود بزاف. كنشكر جميع الناس اللي واقع اللي المغرب غادي بواحد استقرار وواحد السيادة وغادي بواحد التنمية ما شاء الله. وهذا كنقول لكم بشعارنا الله الوطن الملك والمغرب بالصحراء والصحراء المغربية. ورافعين رؤوسنا نرجع بالذكرى، ذكرى مسيرتنا، مسيرة الخضراء ورافعين رؤوسنا. المغرب سيظل في صحراء والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحراء في مغربنا، مغربنا بصحرانا، وخطاب ملكنا عليها وصانا. صحراء في مغربنا ومغربنا بصحرانا، وخطاب